المجموعه اللي الا حطيتي فيها فلوسك يعني ما غاديش تندمي عليها نهائيا، غتاخديها وبعينك مغمضين. ما فهمتش انايا بعض المنتجات اللي كيخص انهم يدار عليهم اشهارات، ما كان زعما ما كيدوي عليهم حتى شي واحد، ولكن في العكس انه ديال بعض المنتجات اللي ما كتستاهلش انني حتى نحطها على ايديا، عاد نحطها على وجهي ودار عليها واحد الضجه اللي غير عاديه. في حين كيكونوا بعض المنتجات اللي كتكون امنه وكتعطي نتيجه وكتكون فيها مواد امنه اللي ما كتضرش البشره ديالنا نهائيا، وما كتضرناش في الهرمونات ديالنا وما كتخربقش لنا الهرمونات. ما كاينش اللي كيدوي على قليل، كاين بعض القنوات كاينين ماشي ما كاينينش، ولكن الكم الهائل بزاف اللي كيكون في السوشيال ميديا اللي كتلقايهم كيدويو لك على دي باك اللي ماشي كاع شي حاجه، وكتلقى عليهم كلشي كيسول عليهم، كلشي باغي ياخذهم، في حين انه كيكونوا بعض المكونات مجهوله المصدر، ولا كيكون حتى هذاك المنتج مجهول المصدر منين جا ولا فين الله اعلم. الموضوع ديالنا هو موضوع التصبغات اللي كيعاني منه الكبير والصغير، اللي كيعانيو منه الشباب وكذلك حتى البنات. اللي هاد التصبغات كتجي من بزاف ديال الحوايج، كاين اللي كتجيها من غير الشمس ما كديرش الواقي الشمسي، كاين اللي كتجيها من الكلف ديال الحماله، كاين كذلك اللي كتجيها من مشكل كيكون عندها مشكل في الداخلي، يعني كيكون عندها شي مشكل هرموني، او كيكون عندها شي مشكل في الامعاء ديالها، يعني كيكون عندها داك الامساك اللي كيكون حاد، يعني كيكون فيها الامساك بالايام وبالسيمانات. فراه هذاك المشكل في حد ذاته كيف كنعرفوا، يعني النضاره ديال البشره ديالنا الا ما كناش كنهتموا من الداخل بالامعاء ديالنا ونبقاو ناخذوا البروبيوتيك، فراه ديري اي تريتمون اي بروتوكول ديري لوجهك كما بغا يكون، تاخديه ما عرفت باش تاخديه بالغلا، ولكن ما غاديش يبان النتيجه ديالو عندك نهائيا الا ما عالجتيش داخليا. يعني الا كانوا مصارنك موسخين حاشاكم، يعني ما كنتيش كديري واحد ديتوكس واحد التنقيه، فراه حتى شي حاجه ما غتبان عندك نهائيا. غندوي على هاد لاغام ديال لابوديرم اللي الصراحه تستاهل هذه اي وحده تاخذها قسما بالله، يعني كتجي مع جميع انواع البشره، سواء كانت بشرتك عاديه كانت جافه كانت مختلطه، فراه كنصحك بها. وكذلك البشره الحساسه، الناس اللي كتكون لابو ديالهم سونسيبل ما كيقدروش يحطوا اي منتج على البشره ديالهم، فراه هذه ديروها بعينيكم مغمضين بجوج، ما تجي حتى وحده، اللي كتكون لينا من غسول منظف وكذلك واقي شمسي اونتي طاش، يعني سوان دونوي كيدار فقط بالليل. الماده الرئيسيه فيهم اللي عجباتني انا في هذه المجموعه هذه قسما بالله مجربه انا لونتي طاش، عرفتوا خاطر يا البنات في السيمانه الاولى كيبان لك الفرق. كوني اكيده النياسيناميد كنعرفوا الدور ديال النياسيناميد اشنا هو الدور ديال البشره، ضويت عليه ماشي فيديو ماشي جوج. النياسيناميد راه خطيره البنات اللابو، عرفتوا كي كيرجع البشره، راه بشرتك كترجع مرايه. الا كنتي خديتي شي نياسيناميد من مكان موثوق، راه كاينه شحال وحده كتقول لك ودويتي على نياسيناميد وخديته في البلاصه وشوطني ودار ليا وما دار ليا والو، انا كندوي الا خديتي من شي مكان موثوق فعلا، حيت راه دابا الفيك راه عطاه الله غير مشتت والمدرح موجود. من ياسيناميد الا خديتي شي حاجه مزيانه فراه كوني اكيده بانه وجهك كيشق يعني بالنظاره. المسامات الواسعه ما كيبقاوش واسعين، كيتقلص الحجم ديالهم. الرؤوس السوداء كتبدا كتطلع بوحديتها. التصبغات تيبداو تيمشيو مع المداومه اكيد كيبداو كينقصوا. زياده على ذلك النضاره، يعني فاش كتفيقي الصباح وجهك كتبان فيه النضاره، يعني كتفيقي الصباح وجهك بحال انت كنتي اصلا دايره الواقي الشمسي وانت راه ما دايره والو، غير هذاك لو سوان دونوي اللي دايره بالليل. فاش كتفيقي الصباح وجهك كيكون تبارك الله منور وكتكون فيه واحد الاشراقه. هاد لاكام هادي البنات بغيتكم تاخذوها، يعني زوينه ما فيهاش حتى شي مواد ضاره، فيها لا فيتامين او اللي كيمنع التاكسد ديال البشره، زياده على قلت لكم النياسيناميد، زياده على انها كترطب. الا ما كنتيش غديري مثلا كريم مرطب فراه بامكانك انك تستغني عليه. مي الا كنتي عاوتاني مولفه انك تضغطي لابو ديالك فراه ماشي مشكل انك ترطبيها وفي نفس الوقت ديري هاد لو سوان دونوي هذا ديريه للبشره ديالك. الوغ اش كديري في الاول؟ كتبداي بهذوك البقع اللي كيكونوا داكنه بزاف، كتبداي غير بهذوك لي بارتي، يعني كديري غير على دوك البلايص
من بعد فاش كتشوفي اللون انه بدا شويه كيتوحد، عاد ديك الساعه كتبداي كديري اللابو ديالك كامله. بالنسبه له جيل نيطوايون حتى هو داخل فيه نياسيناميد، داكشي باش عجبني. جيل نيطوايون حتى هو اونتي طاش. حاجه وحده البنات، بالنسبه شحال وحده كتاخذ واقي شمسي، ما عندوش علاقه بالليطاج. كذلك لونتي طاش كتاخذ لونتي طاش. وهذا جيل نيطوايون كتقول لك انا عندي جيل نيطوايون عادي، ما عندكش مشكل. ولكن الا درتي العكس فراه عندك مشكل. مثلا الا خديتي غير الجيل نيطوايون بوحديتو وانتي طاش وكنتي كتستعملي ايكرون نورمال، يعني ما عندهاش علاقه بليطاش. وكذلك سوان دونويك خديتي غير شي سوان عادي وصافي، المهم خديتي انت غير على النضاره وصافي، ما بغيتيش على حساب ليطاش، وكتسناي من هذاك لو جيل نيطوايون بوحديتو انه يحيد لك ليطاش. فراه هذه ما كتدخلش للعقل نهائيا، ما غاديش يحيدوا لك. لو جيل نيطوايون بوحديتو واخا يكون اكليرسيسونت بوحدو ما يمكنش غادي يعطيك هذيك الريزولطا 100%، ما يمكنش. هو كيساعد واحد النسبه، فهمتي، كيساعد في هذيك التريتمون واحد النسبه، كيساعد الا كنتي تبعتيه مع ليكرون ديالو ومع لو سوان ديالو، فراه كتكون الريزولطا مرضيه. اما باش تاخديه بوحديتو وتسناي شي نتيجه خرافيه فراه ما يمكنش. كيف قلت لكم. وبالنسبه كذلك للبنات اللي كيكونوا هكا، دوك البنات المراهقات اللي كيكون عندهم الحبوب وكيخلي لهم لي تخاص، فراه حتى هو زوين. يعني دوك لي تخاص ما كيبقاوش، ما تسناوش لي تخاص كيبقاو حتى كيكحالوا كيتضبغوا مزيان. وكتزيدوهم بعض الخلطات اللي كتكون كتقشروا بها البشره ديالكم، سواء قماجات ولا خلطات نتوما كتشريوهم ما عارفينش اصلا مناش مصنوعين، ولا كتقادوهم راسكم في الدار، وكتكون لابو ديالكم سونسيبل وانتم ما كتعرفوش لابو ديالكم شنو غيجي معاها شنو ما غيجيش معاها. فراه تماك الا درتي هذيك الروينه ودرتي هذا ما غاديش يخدم معاك نهائيا.